السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده يا ربي، وتكونوا كدوزوا في رمضان في احسن الاحوال. مرحبا بكم، نهار جديد، تحضيرات جداد، شهيوات جداد ديال رمضان. مرحبا بكم معايا. هنا غادي نحضر معكم. عندي كما كتشوفوا خضيرات، خويتهم من الداخل. غادي نديرو المحاشي. هي أكلة شرقية ولكن راه زوينة، كتجي بنينة ومفيدة، فيها خضيرة، فيها بروتين مع كتعمر بالكفتة ولذيذة. هنا كما كتشوفوا فلفلة، المهم اللي موجود عندكم الخضرة. الفلفلة خويتها من الداخل وغسلتها، مطيشة حتى هي خويتها من الداخل، قريعة خويتها من الداخل. لا عندكم داك الموس اللي وريتكم، لما عندكمش ممكن تستعملوا الظهر ديال المعلقة ولا شي موس رقيق. هنا كما كتشوفوا مطيشة، معلقة ديال مطيشة ديال الحك، سكينجبير، الخرقوم، الابزار، الملحة، فلفلة حمراء. هذه هي اللي غنديروا بها لاصوص. وداك مطيشة ملي خويتها راني ما رميتهاش. عصا ديال سيدنا موسى، ورقة ديال عصا سيدنا موسى كتنسم داكشي كيجي زوين وبنين. وهنا القزبور والمعدنوس وشويه ديال الثومه مقطعين مزيان، هما اللي غادي ندير بهم لاصوص اللي غادي طيب فيها هاد الخضره كامله. بالنسبه باش غنعمرها بالكفته. الكفته فيها لقامه عاديه ديالها، غادي نشحرها، يعني فيها الابزار، الملحه، سكينجبير، الخرقوم، شويه الفلفله حمراء، القزبور ومعدنوس، وشويه ديال الثومه الا بغيتو. وغادي حيت في رمضان كنقصو شويه الثومه. هنا غادي نشحرها مزيان فوق البوطه حتى طيب، ومن بعد غادي نعمر بها الخضره. غادي نجي هنا كما كتشوفوا نوجد داك لاصوص. غادي ندير داك لاصوص مطيشه اللي عندي، وداك المقادير كاملين، العطريه، وغنزيد عليها واحد الماء الكافي، ونزيد عليها الثومه والقزبر والمعدنوس واحد شويه، نخليه باش نديرو من الفوق، ونخليها حتى تغلى شي شويه فوق البوطه. غادي تشدو كامله. انا هنا درت كامله كبيره، نتوما ديروا الكامله اللي عندكم على حسب داك الخضره اللي غادي تطيبوها. غادي نبدا نعمر الخضره بالكفته ونستفها، ما نديروش وحده فوق وحده باش ما تصايبش ما تخسرش. ديروا هكا نستفها وحده حدا وحده باش تحافظ على داك الشكل ديالها، منين طيب ما تفتحش وهذا تخرج منها العماره ديالها. صافي غنبقى نستفها هكا، نعمرها ونستفها حتى نكمل الخضره اللي عندي كامله، ونصب عليها داك لاصوص اللي تكون طلعت فيها شويه الغليه، غير تطلع فيها شويه الغليه، ونصبها من فوق منها. نشوف الا كانت داك لاصوص كافيه بان طيب فيها داك الخضره اللي عندي. الله يجعل البركه. غنديرها فوق البوطه، نار متوسطه. ولا كان ناقصني شويه هكا ديال لاصوص غنزيد شويه د الماء، الكميه اللي غادي تكفاني باش طيب ديك الخضره مزيان وطيب، ويدخلها الطياب. غنحطها فوق البوطه على نار متوسطه، نتسنى حتى داك الخضره يدخلها الطياب مزيان، وديك الساعه غادي نحطها في المول ديال الفران. هنا من بعد ما درت الخضره طيب فوق البوطه المحاشي، جبت هاد الخبز ديال التورتيلا. الصراحه كينفع وكيسهل وكاينين بزاف ديال الوصفات اللي ممكن ديروه بهم. كيجيو زوينين وبنينين وساهلين. غادي نقطعو هكذا على 4. اليوم غادي ندير لي كورني بهذا الخبز هذا، وغادي نعمرهم بواحد الحشوه انا غادي نشاركها معكم ان شاء الله. جو رائعين، الحشوه جات فنه. هنا واحد البيضه غادي نطربها، هي اللي غادي نلصق بها داك الكورنيات. غنبدا ندور الورقه او الخبز ديال التورتيلا بحال الكورني، ونشدو بداك البيضه اللي مطربه. الى عندكم داك المول ديروه من الداخل باش تبقى هاد الكورنيه محافظه على الشكل ديالها. الا ما عندكمش حاولوا ديروا واحد المول مدور، او المهم ديروه بشي طريقه اللي الكورنيات اللي كتصايبوهم خصهم يحافظوا على هاد الشكل ديالهم هكذا. بعد ما كنكملوا هاد الكميه كامله ديال الكورنيات اللي كان نستعملوها، كندخلوهم الفران باش يتقرمشوا ويشدوا راسهم، وكنعاودوا نوليو نخرجوهم باش نديروا لهم العماره اللي صايبنا. هنا انا شديت هذا المول ديال كيكه طويل، بان لي انه غادي يخليهم محافظين على هذا الشكل ديالهم، ودرت هكا شويه بشويه ودخلته الفران باش يتقرملوا.
ومن بعد ما نسنى لي هاد الكميه هذه نتلاقى انا وياكم في حاجه اخرى. بالنسبه للحشوه استعملت بصله متوسطه مشلضه مزيان، درتها مع الزيت خليتها حتى تنزل مزيان، وزدت عليها قبطه ديال لي زيبيناغ او السبانخ، قطعتهم وزدتهم عليها. ومنين طاحت ديك السبانخ هكا نزلات وطابت شي شويه، كنزيد عليها كميه ديال الدجاج مقطع طريفات، سكينجبير والخرقوم والابزار، شويه ديال الملحه. انا كندير مع الدجاج كندير مع الخل لان كيجيب واحد الطيبه زوينه وكيحيد داك الزفوريه من الدجاج. ودرت هنايا زدت كذلك لاصوص ديال الصوجا، ودرت شويه ديال القزبور والمعدنوس. كما ممكن تعوضوا القزبور والمعدنوس بالزعتر، كل واحد يدير داك النسمه اللي بغى. من بعد ما حضرت هاد الحشوه هذه خليتها حتى تبرد شي شويه، وزدت عليها الجبن ديال الموتزاريلا وخلطتها مزيان. وهذه هي الحشوه اللي درت في وسط الكورنيات. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، ونسائم هبات من نفحة القرآن، نلقاه بالبشر بالحب والأشجان، والأجر ندركه من. هنا هاد الخضره ديالي اللي معمره راه وجدات وطابت. جبت المول ديال الفران وستفتها فيه وصبيت عليها داك لاصوص، وغادي ندخلها الفران باش ديك لاصوص تشد راسها وتنشف، وكذلك تحمر وتجي زوينه في الشكل والمذاق. راه جات رائعه، نتمنى انكم تجربوها، بنينه ومفيده وصحيه وسهله ماشي صعيبه في التوجد. دون ما نقصى يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. اليوم انا تشهيت نشرب اتاي، شحال هادي ما درناه في رمضان، وقلت علاش لا ندير الشاي المثلج، ولكن جاني واحد الشاي مثلج صحراوي ماشي شي مثلج عادي. انا كما شفتوا غسلت اتاي عادي، اتاي الاخضر اللي كنديروا به اتاي ديالنا، وكبيت عليه الماء طايب باش يطلق، درته في الكاسرونه وخليته حتى يطلق شي شويه. والقرعه اللي غادي نوجد فيها درت فيها الحامض شرائح، كيطلق داك النسمه ديالو الحامض كتجي زوينه. ودرت العسل، حليت بالعسل عسل حور ديال الدغموس. نتوما كل واحد يدير اللي بغا، كاين اللي كيشرب اصلا اتاي بلا سكر، اللي بغا يدير السكر ممكن، واللي عنده العسل يدير العسل غيجي احسن.
وبالنسبه للنعناع هكذا الا قدرت تدقوه شويه بالمهراس باش يطلق البنه ديالو. انا ما كانش عندي النعناع، درت النعناع العبدي. ايوا كما قلت لكم راه جاني واحد اتاي صحراوي، شاي مثلج صحراوي. صافي غادي نكمل، غادي ندير العسل والحامض ديالي والنعناع، وغادي نحط القرعه على جنب ونخلي اتاي حتى يطلق، عاد نزيدو على دوك المكونات اللي كاينين في القرعه. صافي انا هنا وجدت لي الحشوه، لي كورني تحمروا شويه ما يتحرقوا ليا، كنت غنساهم جبتهم صافي وليت غادي نبدا نعمرهم. عمرتهم بالحشوه ومن الفوق درت الفرماج باش منين نردهم يسخنوا شي شويه. انا ما خليتهمش يتحمروا بزاف من غير هذوك اللي كانوا غادي يتشوطوا، لانني عارفه مازال غادي نردهم للفران باش يذوب الفرماج، وما غاديش نحطهم باردين باش ما يتحرقوش وما يجيوش عاوتاني محروقين. والفرماج الموتزاريلا كيعطيهم ديك التعليكه زوينه من الداخل، عرفتي جاو بنينين. هاد الحشوه هادي جات بنينه، جربوها راه غادي تعجبكم. والدعوات في شهرنا تحلو، فنزيد في الطاعات، فالصوم مدرسة تزدان بالدرجات، والنار مغلقة وتفتح الجنات. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. عهد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. هنا واحد الكميه بقات ليا ديال هادوك لي كورني اللي حضرت، غادي نديرهم في بلاستيك غذائي اللي كيدخل الثلاجه، ونحتفظ بهم في الثلاجه حتى نبغي نستعملهم مره اخرى او يوم اخر. ممكن حتى انني نبدل الحشوه ندير حشوه اخرى اللي بغيتو، يعني كيرجع لكم الاختيار، ولكن راه فكره جد زوينه. وحتى الحشوه اللي درت جات بنينه، كنتمنى انكم تجربوها. كنشكر الناس اللي جربوا الوصفات ديالي وقالوها لي، شكرا بزاف على الثقه ديالهم. هنا الشاي المثلج كما كتشوفوا، صبيت الشاي في القرعه، غادي نسدو نخليه حتى يبرد شي شويه وندخلو، خاصو يبرد في الثلاجه. راه كيجي زوين ومنعش في الصيف، للناس اللي كيبغيو اتاي بحالي ممكن يستعملوه، راه داك المذاق ديال الحامض كيجي فيه زوين وبنين. وصافي هادو هما الوصفات اللي شاركت معكم هاد النهار. كما كتشوفوا في الطبله كاينين لي كورني اللي درت، راه جاو بنينين، راه كنعاود ناكد انهم جاو زوينين، جربوهم. وهنايا كاينه داك المحاشي اللي درت انا وياكم من بعد ما دخلتهم الفران وجبدتهم، جاو غزالين حتى هما. كنتمنى ان الحلقه تكون عجباتكم ونالت الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم والثقه ديالكم، ميساجات ديالكم. بزاف ديال الناس قالوا لي عجبكم هذا المحتوى ديال التحضيرات الرمضانيه، داكشي علاش كنزيد نشارك معكم تحضيرات اخرى. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لي جيم، انا كنعرفكم غير كتنساو، وتخليو لي لي كومونتير ديالكم، راه كيفرحوني بزاف. وعلاش لا تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم. نخليكم في رعايه الله، الحلقه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم. من الإيمان يزدان بالإحسان.